تعال نتكلم على permit to work system، نظام تصريح العمل. انا في حتة صغيرة كده عاوز اتكلم فيها، بالنسبة لي انا حابب اتكلم فيها، بس ده مش بداية البدف. تمام، هتكلم واخش اتكلم على طول هنا. ما هي المسؤوليات المتعلقة بنظام تصريح العمل؟ هم 4 جهات. لو قلنا بكده تعريف تصريح العمل، تعريفه هو عقد او وثيقة مسؤولة من الجهات المسؤولة في تأمين الأعمال التي تكتسب خطورة. طب بقى مين الجهات المسؤولة دي؟ قال لي أول جهة هي الإدارة العليا. تاني جهة هي جهة إصدار التصريح issuing authority. تالت جهة هي جهة تنفيذ التصريح performing authority. رابع واحدة الإدارة اسمها إدارة السلامة والصحة المهنية. هنمسك أول حاجة الإدارة العليا توب مانجمنت. وإيه علاقة الإدارة العليا بالموضوع؟ في أحد المواقع بيبقى فيها كذا كونتراكتور. في بعض الشركات كانت بتشتغل للأسف من غير تصريح، عمل، في حين تمام إن الشركة عندي أي شغلانة إن شاء الله حتى لو داخل يربط مسمار لازما تصريح عمل ساري ومعتمد. مين قال ان الراجل ده يشتغل بدون بيرمت والراجل ده يشتغل ببيرمت؟ طبعا التوب مانجمنت، الإدارة العليا دي هي اللي بتحطلك السيستم، هي اللي بتبدأ تقول تمام. شركة زي بتروجيت أو سام مصر أو بترومنت أو أي شركة، احنا مينفعش نشتغل في أي حتة في الموقع غير بدون أو بوجود بيرمت. لازما نظام تصريح العمل، فهي اللي أنشأت النظام. تأكد من إنشاء والحفاظ على تطبيق نظام ملائم لتصريح العمل، وذلك من خلال إجراءات كتابية. فهي اللي أنشأت إيه؟ هي اللي أنشأت النظام، هي اللي حطت السيستم، هي حطت المانج سيستم لأحد عناصره هي نظام تصريح العمل. وهي كمان اللي بتدرب الناس عليه، وهي اللي بتتابع تنفيذه في المواقع. وهي لو لقيت فيه خلل أو تعديل هي اللي بتعمل على تطوير النظام ده، السيستم ده. يبقى إنشاء وتدريب ومتابعة تنفيذ في المواقع وتطويره إن أمكن. يبقى هنا تحديد وتدريب جميع الأفراد المشاركين في إعداد وإصدار تصريح العمل، وذلك المسؤولين عن إشراف وإدارة الأعمال للتأكد من الفهم الكامل لنظام تصريح العمل. هنا بتلاقي في كذا موقع وفي كام موقع في برمت خاص، على سبيل المثال الأماكن المغلقة، تمام، لأن في احتياطات أكتر من الاحتياطات اللي موجودة في الموقع التاني. وبالتالي لو عملت تبادل خبرات أبدأ أعمل أبديت، أبدأ أفهم أكتر في تصريح العمل، أبدأ أعمل أبديت للبيرمت اللي موجود عندي. عند التأكد من تطبيق النظام، أنا أطبق النظام ومعرفة نقاط الضعف، والتأكد من قدرة السلطات القائمة بإصدار تصريح والجهات التي تستخدم تصريح العمل على تطبيق هذا النظام. لازم تطبق النظام قام بمراقبة ومراجعة وتدفق وتضييق نظام تصريح العمل للتأكد من تطبيقه بصورة فعالة. فعلا التصريح الناس ملتزمة بيه، وإجراء التعديلات. في تعديلات هي اللي بتعمل الإدارة العليا، هي اللي بتعدل اللازمة عند الضرورة، اللي أنا محتاج أعدل. عمل دورات تنشيطية للتوعية، بتبدأ تعمل توعية ورفع مستوى الإدارة وتلاشي الأخطاء، مش عاوزة أخطاء عند ممارسة الأعمال والناس شغالة، تمام، هي تتطلب تصريح العمل، تمام كده.